اللهم وسع رزاقنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا واسمع. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل وصباح الرضا وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة على أحلى أخوات في الدنيا وعلى أحلى أحفاد في الدنيا. يا صباح الرضا عليكم يا حبايب قلبي. يا رب تكفيكم شر المستخبي في علم الغيب. أنا بعز يا حبايب قلبي حبايبي ولاد اللي هم أولادهم الشهداء، ربنا يرحمهم. والله يا ولاد انا ما صورت من زمان ولا جاي لي نفس، يعني الفيديوهات اللي احنا بننزلها كانت عندنا، بس الحادث ده ربنا يصبر اهاليهم ويرخى عليهم الصبر واجعلهم في الفردوس الاعلى، واجعل البنات اللي ماتوا ده همت يجعلهم يا رب حور الجنه، حور الجنه، لانهم كانوا طالعين يا اولاد لاكل عيشهم. الله يرحمهم واغفر لهم واستع قبرهم يا رب وصبر اهاليهم. ضحايا لومة العين بيبقى طالع يا جماعة الخير يا كده يا الأكل عيشه يا كده، واحنا كلنا معرضين ومعانا عيال ماشية على السكة. ربنا ينجيهم وينجيكم ونجوا كل من كان يا رب، وصبر أهلهم يا حبايب قلبي وارخى عليهم الصبر يا بحق جاه النبي على الله. لأن أنا يا ولاد مجربة قولة حادثة بتبقى صعبة أوي أوي أوي، وربنا ما يحرق قلبكم لا على حبيب ولا على غالي. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نشوف احنا هنعمل ايه. احنا عندنا لحمه يا حبايب قلبي والعيال ما تحرقيش المفاجاه. حاجات الواد محمد طالب مني ما احرقهاش يعني. فاحنا غسلنا اللحمه بتاعتنا. اللحمه دي كانت في الثلاجه يا جماعه الخير، من اللي كانت جايه لنا من عند زاهيه ومن عند لبنى ومن عند مصطفى اخويا، ربنا يجعل الخير عندهم دايما يا حبايب قلبي. فاحنا طلعنا كيسين اللحمه وغسلناهم ونقعناهم. طلعيهم بدري شويه يا حبيبه قلبي. اللي عنده لحمه في قلب الفريزر او في الثلاجه بتاع الفريزر يطلعها بدري شويه، ونمسك اللحمه بتاعتنا ننقحي لما الدم اللي فيها ينزل يا حبيبه قلبي. انا بعلم اخوات ولاد احفاد، ما اقولش اخوات، احفاد اللي هم يعني لسه ناشئين من الاجازه بتاع المدرسه وطالعين يخشوا المطبخ. تحطوا ميه تغسلي اللحمه بتاعتك، هاتي ليمونه واعصريها عليه عشان كان فيها ريحه زفاره وشويه دقيق. ما عندكش دقيق اغسلها بتصفيه الرز اللي انت عندك. اظن انت بتطبخوا رز بقى جنب اللحم، اغسلها بتصفيه الرز يا حبيبه قلبي واغسليها غسيل نظيف. لما الدم اللي فيها يروح وبعدين تشطفيها مره واثنين وثلاثه، وتقوم جايبه ميه وتقوم غليها زي ما خالتكم ام عبده عملت كده. حطيتها في قلب الميه يا خالته ام عبده، كانت الميه مصفره او مخضره. دي بصله يا حبايب قلبي. انتوا عارفين البصل الاسمر اللي هو الاحمر دي بيزرق بيزرق الشرب. البصله البيضاء بتخلي الشرب بيضه وما بتخليهاش مزرق. حطيت بصلي وحطيت جزرايه وهنقشط الريم بتاعها يا حبايب قلبي. ونحط لها بعد ما نقشط الريمه بتاعتها اللي هو الرغاوي اللي عليها دي نقشطها. هنعمل هنحط المستكه والحبهان ورق اللوري وحبايه الطماطم والفلفل الاسمر. وخليكم مع ام عبده في عقب يا ام عبده. في امهاتي حبايبي بيقولوا احنا ما بنغسلش اللحم، فبرضه زي ما احنا بنشرح لاخواتنا او اللي لسه بيتعلموا يمكن اهاليهم ما بتغسلش اللحم. انا كنت هكلمهم برضك يا حبيبه قلبي، مش هنسى الكلمه دي برضه حبيبه يا تركتك يا ام عبده. بس انا بقول لهم على اللي انا عملته دلوقتي. انا هعمل 1 2 3 والفكره دي برضك كانت في دماغي يا حبايب قلبي. احنا بنغسل اللحمه، في ناس ثانيه ما بتغسلهاش عادي. الطبيخ ده يا حبايب قلبي اختياري مش اجباري، يعني مش مأجبره عليك ان انت تغسلي اللحمه بتاعتك، مش مأجبره عليك ان انت تغسليه، بس انا عنني بغسل اللحمه. في ناس بشوفها بتجيب اللحمه من عند الجزار ما بتغسلهاش، دي عادي ودي حاجه مش اجباري عليك. تابع ما انت بتطبخي يا حبيبه قلبي اعملي، وانا بقول لك الفكره وانت عليك بقى تطبخي زي ما انت عايزه يا حبيبه قلبي. وكل بيت وكل دار ولها مدار وكل فوله ولها كيان. فهمت يا حبايب قلبي؟ حبايبي احفادي اللي داخلين المطبخ جديد، طبخ سهل وبسيط على قد الايد من خليكم معاكم. ربنا يرزقكم ويصلح حالكم واكبر بخاطركم زي ما انتم جابرين بخاطرنا. وما تنسيناش في اللايك. واول مره نطبخ الطبخه دي على القناه. يا ترى يا هل ترى ايه الطبخه بتاعتنا؟ وطلبتها من الحبايب كلهم
ويا ترى يا هل ترى هيلد عليهم عمايلنا ولا يبقى عندهم تعقيبات اقول لك على حاجه، النفر ما مين؟ طلعش السلم مره واحده. علا. شوفي يا حبيبه قلبي، اعملي مره هتيجي حلوه، مره هتيجي وحشه. لما النفر يتعلم، النفر ما نزلش من بطن امه متعلم يا ولاد. وما كامل الا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما كامل الا محمد يا حبايب قلبي. فهمتم؟ فانا اتعلم النبره بوظته، النبره جاي يعملها حلو، ما هيش عيبه، ما هيش عيبه يا ولاد. والله عرق الدنيا حار، الدنيا حر يا ولاد. ما هو لازم تعرق عشان نجيب لقمتنا بالحلال بعرق جبيننا يا خالد، بعرق جبيننا. شوف يابا، الايد التعبانه شبعانه، الايد التعبانه شبعانه. فضروري ان انا جاهد واتجدعن واشتغل عشان يجيلي رزقي. يلا يا حبايب قلبي، خليكم معاكم لما نشوف هنعمل ايه في اخر الحلقه. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين محمد ابني كان طالب عايز ياكل كبسه، فانا هعمل ايه بقى؟ هنبدا النهارده نشتغل في شغل الكبسه. طبعا اول مره اعملها على القناه. هتقولوا بقى انا بتعلم يا جماعه الخير زي ما انتم بتتعلموا وانا بتعلم. فهو لما حب ان هو ياكل كبسه وكان طالبها من خالتي، طبعا خالتي بقى دلوقتي مدانه بقى في الفرح وظروفها واشغال الفرح بتاعتها، وهي وعدته ان هي هتعمل له كبسه. بس هي وعدته وانا قلت له طبعا انا هعملها لك وكلها برضك عندي، وروح كلها عندها. يا رب يجعل بيتها دايما مفتوح لك السما وعامل بيها وجوزها واولادها. وتعالوا نشوف الطريقه يا حبايب قلبي بقى اللي انا هعمل بقى الكبسه. انا معايا بصله كبيره اهي، شوحتها اهو، شوحتها كرات صغيره كده، قطع صغيره اهو. طبعا انا مش هصفر البصله قوي لان انتوا عارفين احنا طبيعي سواء في الطبيخ ابو تقليه، سواء في المحشي، سواء في اي حاجه، احنا بنعرفش ايه نحمر البصله اول، نعملها تبقى حمراء عشان ده له ظروف امه وكده. فانا هعملها ايه؟ هصفرها زي ما انا بصفر للمحشي، زي ما انا بصفرها برده للطبيخ ابو تقليه. هنمشي بالطريقه ديت يا حبايب قلبي اهو. شوفوا بقى، شوفوا اللحمه بتاعتي ما شاء الله ما شاء الله. اللحمه بتاعتي بقى اللي خليكم النهارده طبختها، شربتها جميله جميله في الثلاجه. فك على الكبسه هناكل لحمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا جميله جميله جميله. واللحمه دي في الثلاجه، دي لحمه العيد حبايب قلبي. يلا حبايب قلبي نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض اهو. صفر البصله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا سيدي يا رسول الله. بسم الله. طبعا كنت واقفه يوم ما كانت خالتي بتطبخها وشفتها بتطبخها ازاي، وكان عايزها بالفراخ، بس احنا عملنا لحمه. المره دي هعملها باللحمه، والمره الجايه ان شاء الله هعملها له برده بالفراخ. معايا بقى البهارات بتاعتي اهي، معايا ليمون مجفف، معايا ورق لورا، معايا قرفه خشب، معايا مرقه، معايا ديت خلطه الكبسه، معايا برده السبع بهارات، معايا شويه كمون وكزبره، معايا قرفه، معايا ايه؟ كركم. نطرب كركم بسيط عشان تصفر الرز بتاعي. صفر البصله بتاعتي الاول وهننزل ايه بالبنات. طبعا هجيب مستكه وحبهان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. المستكه والحبهان بتوعي اهو، برضك هجهزهم علشان لما البصله بتاعتي تبدا تصفر معايا او تدي اللون اللي انا عايزاه انزل بهم بالحاجات بتاعتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب قلبكم الطيب. جدعانوا معانا، انتوا باخلين علينا بقى في الكومنتات وباللايكات، وبعد ما كنتوا متفاعلين معايا في القناه معرفش ايه اللي جرالكم، رجعت القناه تاني هتنام يا ولاد. شمتوا فينا كده ايه العزاب. شجعونا كده، شجعونا بالحب وبالدفى وبكل كلمه حلوه اللي بتكبر الخاطر حبايب قلبي. طبعا معايا المستكه والحبان هنزل بهم كده، ومعايا الليمون اهو، ومعايا القرفه، ومعايا القرفه الخشب اهو. حمرهم مع بعض كده برضك، ندي طشه كده ايه بالحاجات دي زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اللهم صل قلبي. بعد طبعا ما لوحت البصله بالليمون المعصفر بالقرفه الخشب بالحاجات الحلوه اللي انا حطاها، هنزل بيها باللحمه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما عنديش زي ما قلت لكم يوم ما كنت بعمل السمك لسه يوم ان شاء الله من يوم قطعه ربنا يوم الجمعه باذن الله هروح ايه اجيب لي مصفى بلاستيك نصين، او لو نزلت شربين في اي وقت هجيب لي مصفى ايه عشان ابقى اصفي بقى الحاجات بتاعتي بدل المعلقه دي، يعني عشان مش ما عنديش هقف. لا مش هقف طبعا، برضك ايه هشتغل باللي موجود عندي اهو. انا عندي واحده بس في شقتي يا جماعه معيش شيلني. طبعا انا مش هحط كميه اللحمه كلها لان في شيء ما بياكلش الرز بسمتي
فطبعا انا هحط جزء ونسيب جزء ده. هنسيب بقى اللحمه بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده اهو. شوحها كده بقى ايه بحاجاتها وبتفتها بقى وحاجاتها الجميله. والله العظيم ريحتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جميله. الف هنا للي هياكل، ويا رب يكون عند حسن ظنكم وتاجر محمد حسام بقى وما يطلعلوش بقى اي اختراعات. كده بسم الله. براحتك براحتك. معايا طبعا البهارات اللي انا اتكلمت عليها معاك اهي، نزل بقى كده جمال البهارات بتاعتي اهي. اللي بقى البهارات يا رب يا محمد يا حسام الطريقه بتاعتنا بقى تعجبك او تلد عليك ان شاء الله كده. حبايب قلبي انا معايا حبايتين طماطم، معايا قرنين فلفل عاديين باردين، ومعايا قرن فلفل حامي هنزلهم كده على اللحمه بتاعتي على الكبسه. وهنقلب ده كله بقى كده مع بعض. كلكم عطيه ريحه حلوه. الحاله بتاعتي يا لب بتجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. سيبها بقى تاخد لها تشويحه كده زي ما انتم شايفين يا اعز واغلى اخوات في الدنيا اهو. نفضل نقلب كده عشان اللحمه بتاعتي ما تلزقش معايا في الحله وتتحرق مني ونبوظ الطبخه على حاجه بسيطه. بتاعتي ايه بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين طماطم بقى ما تكسفينيش والله تكسفيني. زي ما قايله لكم يا جماعه انا ما عنديش مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا كده بقى ايه كده مش هنفع تلقائي اهو. شوفوا على قد الرز انا جايبه نص كيلو رز بسمتي ما فيش غيره. هنسيبها كده بقى تغلي غلوتين كده مع بعضها بالشوربه باللحمه باللورة بالبهارات بتاعتي بكافه ما يكون، ونطلع نشوف لكم معاه بتعمل ايه ونرجع لكم. يا حبايبي الرز بتاعي استوى اهو، واللحمه هنزل بقى ايه بالجزر ب20 جزرتين كده عشان يدي لون ايه مبهج كده ايه الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ممكن ننزل شويه كركم كمان صح برضو؟ صح. هنقلب ايه كبسه. تسلم ايدك يا ام محمد. ريحتها فاخر من الاخر فاخر من الاخر. شوفوا اللحمه شوفوا اللحمه مستويه ازاي سخنه مستويه. دي لحمه كانت في التلاجه يا ولاء فله فله فله. هسيبها بقى اتفضلوا اتغدوا معانا بقى كمان 5 دقايق كده عم نجهز الغدا بتاعنا. نشوف هنجهز معاها ايه. يلا نجرب حبايب قلبي مع بعض. حبايب قلب الكبسه بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى ما عنديش الصينيه اللي هي ايه طبعا خالقكم عارفه من ايام زمان. معلقه كده يا روتي من ايام زمان يا ولاد. شوفوا حاجه فاخر من الاخر والله العظيم يا جماعه حاجه فاخر من الاخر. شوفوا شيل بقى ورق اللورة ولا حاجه اهي. شوفوا دايب يا هوا يا هوا ضلل علينا. شوفوا فله فله حاجه فله. معانا بقى ايه الحبشكنات بتاعتها. معانا السلطه والمخلل سلطاتنا بقى ومعاه دلوقتي انا هشرب شوربه. نعم شوفوا بقى حبايب قلبي صلاه النبي صلاه النبي. تعالوا بقى تغدوا معانا يا بنات ويا حبايبي يا امهاتي. تعالوا بقى تغدوا معايا النهارده بقى. انا كده ايه عازماكم كلكم نفر فرد على الغدا عند خالقكم وعبده. يلا حبايب قلبي شجعونا بقى وشوفوا ايه رايكم طبعا في الغدا بتاعنا. وده عملت طبعا شيبسي وسلطه طماطم على فلفل على خيار على جزر حاجه كده ايه حاجه قباها. ويلا حبايب قلبي تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا.